أكيد بما إنك راجل أو بنت مهتمية بالبوكسنج، أكيد لاحظنا قبل كده فكرة إن إحنا بنلاقي إن في تنوع في ستايلات البوكسنج والناس بتلعب قصاد بعض، مش كلهم نمط واحد. طب ما معنى إن في تنوع يبقى معناها إن في مدارس في البوكسنج. طب ما تيجوا نتكلم عن الموضوع ده النهارده، موضوع جميل وهيفهمنا إيه فكرة التنوع في ستايلات البوكسنج. يلا بينا نبدأ حلقتنا. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. أهلا بيكم ملاكمينا الأبطال العرب اللي يرفعوا الراس دايما، وأهلا بيكم برضو لكل محبين الملاكمة في الوطن العربي ومتابعينها. معاكم الملاكم الأولمبي رامي حلمي، لاعب أولمبياد لندن، بطل دولة ألعاب البحر المتوسط، بطل إفريقيا، بطل العرب، وأخيرا بطل مصر. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن مدارس البوكسنج بطريقة مبسطة، إن احنا نلفت الانتباه إيه هي عدد المدارس أو أشهرها، وهنتكلم على بعض التفاصيل فيها. تعالوا نبدأ بأشهر المدارس، وهي المدرسة البريطانية. بعض الناس بتشوف إن هي المدرسة الأهم في عالم البوكسنج، وده لأسباب كالتالي: إن هي الأشهر والأسهل، واللي معظم الناس بيميلوا إنهم يبدأوا يتعلموا فيها. المدرسة البريطانية من أشهر اختصاصاتها إن بتخلي اللاعب دايما براولر، مهاجم لقدام، ضاغط دايما لقدام، وفي نفس الوقت بيبقى الستايل بتاعه بيزك قوي. بالاضافه انها بتخلي الملاكم بتاعها عشان يقدر على الهجوم المستمر لقدام او الضغط المستمر لقدام لازم تكون لياقته البدنيه ممتازه. في العاده دايما الملاكمين البريطانيين بيضغطوا لقدام مع فكره الهاي جارد المستمر لفوق عشان يدافع وهو ضاغط، فحتى لو طلعت اي ضربات من الخصم يكون هو شايلها وضاغط عليه لقدام لغايه لما يوصل له هجماته او لكماته، لغايه ما يوصل ان الملاكم اللي قدامه يا اما يتعب يا اما ايديه تنزل فياخد البوينتس منه، الملاكم الانجليزي او ايا يكن، بيكون بطريقه الضغط المستمر. بالاضافه للفته تانية نقدر نحطها في المدرسه البريطانيه، وهي فكره الهجوم او الرجوع لازم تكون فيها الجاب كروس شغاله مسطره، سواء انا داخل بيها او حتى راجع بيها، عشان ما اديش فرصه للملاكم اللي قدامي ان هو يعمل معايا اي رد فعل يوصل بيه لكمات ليه. بالاضافه لفكره التوافقات ما بين الايدين والرجلين بصوره سيمتريه عاليه جدا، ما بين التساوي ما بين رجليك وحركاتهم وما بين ضربات ايديك والتوافق معاهم. دي كده اشهر النقط اللي ممكن تكتبها او تنوتها عندك في فكره المدرسه البريطانيه. تعالوا بعد كده، بعد ما خلصنا البريطانيه، تعالوا نخش على المدرسه اللاتينيه. المدرسه اللاتينيه بقى فيها فكره انها بتنقسم لجزئين: المدرسه الكوبيه والمدرسه المكسيكيه. تعالوا نبدأ دلوقتي بالمدرسة الكوبية. المدرسة الكوبية بقى، عارفين لما تستمتعوا وانتوا بتتفرجوا؟ عارفين لما توصلوا ان انت بتتفادى اللكمة كده وتضرب في جزء من الثانية وتيجي الناحية دي وتيجي الناحية دي، وتوصل ان انت تستمتع او تستمتعوا وانتوا بتتفرجوا على الماتش من مهارة ولياقة وسرعة رد فعل وتحركات الملاكم؟ هي دي المدرسة الكوبية. المدرسة الكوبية حبت تفرض نفسها على الساحة، فحبت انها تكون متميزة عن بقية المدارس، حبت انها تلفت الانتباه ليها وتعلم الناس ان البوكس فن مش عنه. انتوا عارفين ان الحكومة الكوبية كان ليها دور في فكرة تنشيط الرياضة او تنشيط المدرسة الكوبية بالشكل ده؟ هي نظمت نظام صارم وموحد لتدريب الابطال اللي بيتمرنوا في كوبا، مع التركيز على الانضباط لانه اساس النجاح، ودايما بنذكره في كل حلقاتنا الانضباط هو اساس النجاح. فهي ركزت على الانضباط والتقنية العالية في الاداء. ومن كتر التخصص اللي وصلت له المدرسة الكوبية انها تخصصت في نطاق الهواة، لدرجة ان في ايام وصلت انهم لو راحوا ب10 لاعبين كل وزن فيه لاعب ورجعوا ب9 ميداليات ذهب بيبقوا زعلانين. وطبعا خليكم عارفين ان ده في فتره البرايم بتاعهم اللي كانت تعتبر اواخره كده 2003 2004 في الحدود دي. اما بعد كده حصلت امور تانية، ويعني تلك الايام نداولها بين الناس. فعلا هذه الايه ان فعلا في مدارس تانية بدات تطلع وفعلا يعني الدنيا اتغيرت، لكن في فتره البرايم بتاعهم هم فعلا كانوا واصلين للمرحله دي. خلي بالكم ان المدرسه الكوبيه بتعتمد على الدفاع بشكل كبير جدا، وبتعتمد ايضا على سرعه رد الفعل والكاونتر اتاك. ما تحسش ان اللعيب الكوبي دايما ميال لفكره الهجوم، دايما يخليك انت تقع في الفخ، طلع ايديك وهو يكاونتر عليك، او ان هو يضحك عليك في التحركات، ودايما يهيبرك، دايما يخليك ان هو انت اوت اوف كنترول، دايما يلعب عليك على انه يشتتك، ما يضربش بس يفضل يهوشك، يفضل يخليك ان انت تطلع ايدك، تبدا تطلع له اللي عندك، يقراك ويسيستم
الروبوت الداخلي بتاعه عليك، ويبدا ان هو تيجي لك الضربات من حيث لا ترى. عارف كده فكره لما تيجي ان انت تحاول تمسك ظل واحد بيتحرك قدامك؟ هو الملاكم الكومبي بياخد فعلا دور الظل، حاول تمسكه. وبرضه نقطة مهمة في المدرسة الكوبية هي فكرة إدارة المسافة، وده سبب التميز دايما، إنه دايما عارف المسافة لدرجة إنك ممكن تكون بتضربه اللكمة خلاص أنت متأكد إنها جاية في وشه، لأن المسافة بتقول إن الريتش بتاع دراعي واصل له، وبيوصل إنه يعمل كده بس حوالي 2 سم بس، اللكمة بتقف قدام وشه أو قدام جبهته وما بتوصلوش. بالإضافة للتميز الرهيب كمان في الفوت وورك أو حركة الرجلين. عارفين البرازيل في الكورة مش ملقبين بملوك السامبا؟ نفس الفكرة كده الكوبيين في الملاكمة بيدخلوا يرقصوا على الحلقة، وده سبب ان الجمهور بيتمتع بلعبهم. ان انت لما تتفرج على ماتش بيلعب فيه واحد كوبي انت بتتمتع بلعبه. وعلى فكرة من الوزن الخفيف، اول وزن اللي هو 48 او 52 كيلو حاليا في القانون الجديد، لغاية فوق التقيل، الاتنين بيمتعوك بلعبهم، لان الاتنين بيعتمدوا على الفن بطريقه رهيبه. وتخيل بقى كل اللي احنا ذكرناه من فكره فوت وورك، من فكره قياس مسافات، من فكره تحركات، سرعه رد الفعل، الكاونتر اتاك الرهيب اللي بيتادى، كل ده بيخليك ان انت قاعد فعلا مستمتع بلعب اللاعب الكوبي. وجزئيه الفوت وورك اللي لسه بنتكلم عليها هي مش بس انه مجرد تحركات ان هو يهرب بيها من لكمات المهاجم اللي قدامه او اللاعب اللي قدامه، ولكن هو فتح ثغرات للكاونتر اتاك اللي بيركبوا عليه. لان في الاول وفي الاخر الملاكمه بتدور حوالين الضربات وعدم التعرض للضربات، او ان انت ازاي تضرب من غير ما تتضرب. ده المبدأ الاساسي في البوكسنج اللي لازم دايما تتعلمه او تتعلميه من المدرب بتاعنا، ان احنا لازم ان احنا نعرف معلومه مهمه جدا، ان احنا المفروض في البوكسنج نضرب بس ما نضربش. تهيألي كفايه كده كلام عن المدرسه الكوبيه، لان احنا لو قعدنا نتكلم عنها مش هنخلص، لان هي فيها تفاصيل كتير جدا ومدرسه ممتعه جدا. ولكن تعالوا علشان ندي من الوقت وما نطولش في الحلقه، نخش دلوقتي على المدرسه السوفيتيه. المدرسه السوفيتيه من اقوى مدارس البوكسنج اللي ممكن تشوفها. المدرسه السوفيتيه مدرسه بتعتمد على القوه من الدرجه الاولى والضغط برضه. بتميل لفكره الحفظ على المسافه ما بيني وما بين الملاكم اللي قدامي ما تبعدش خالص، بالعكس ده ممكن لو انا ضغطت شويه عن فكره الحفاظ على المسافه ان انا اكون في موضع الانر فايت او الضغط والضربات، والروس وما حولهم ما يتوصوش في فكره الضربات القويه. المدرسه دي بتعتمد على فكره الانر فايت من الطراز الاول، انت لو وقعت في حضنه مش هتطلع سليم. هم يعني بيتعلموا دايما من فرط القوه اللي عندهم وفكره الجليد وما حولهم والحاجات الطبيعه نفسها اللي هم عايشين فيها، ان هم فكره الضغط مع الضربات القويه بكده هو بيخلص الماتش او بيضغط على الملاكم اللي قدامه انه يرهقه عشان يعرف ان هو ياخد منه البوينتس اللي هو عايزها. والكلام ده سواء كان في الهواه او في الاحتراف كمان. مع الكلام ده كله بيضغط عليك بدرجه ضربات كتير جدا قويه جدا. انت في المقابل برضو ما انت مش لعيب شراب، ما انت بتطلع ايديك معاه. هو بيعرف كويس انه يخليك تطلع ايده، بس هو بيكون مقفل كويس. اللاعب اللي بيتمرن في المدرسه السوفيتيه بيعرف ازاي يقفل كويس بحيث ان اي ضربه ما تاثرش فيه، وهو ماشي لقدام شايق طريقه لقدام بيقدر ان هو يوصل اللكمات بتاعته لحد ما يرهق الملاكم اللي قدام. هنلاقي في المدرسه السوفيتيه دايما لو لاحظنا كده اللعيبه بتاعتهم كلهم في جميع الاوزان في جميع المناطق بتاعه السوفيت زمان بيميلوا لفكره الافتتاحيه، او مفتاح اللعب بتاعهم هو دايما فكره الجاب وتتقلب لهوك مفتوح. ده يا اما ان هو بيخليهم ان هم بيوصلوا لكمات للخصم، سواء ان انا هزيت بالجاب بتاعتي وقلبتها هوك فلبست يا اما بوينت يا اما قاضيه لانها بتيجي في الدقن مباشره، يا اما ان هي بتدي لك احساس لو انت صديتها بالامان الزائف، بتخليك ان انت تحس ان انت انت شفت الضربات واتامنت منها، انا عرفت اصد لكمه انت بتقلبها وعرفت اصدها برضو. بس ده بيكون فخ بيوقعك فيه عشان يبدا انه يديك الضربات الصح اللي هو عايز يوصلها. تاني حاجه هي تحركاته اللي دايما سريعه وارتداديه، وفن الفوت وورك عنده عالي برضو عالي، مش بطريقه المدرسه الكوبيه لكن بطريقته هو، بطريقه المدرسه السوفيتيه اللي بيفرضها في الستايل بتاعه والاداء بتاعه، انها تكون يعني ارتداديه عاليه، ان انا اتحرك لقدام ولورا بسرعه علشان اعرف ان انا في جزء من الثانيه حسبت المسافه المظبوطه اللي تقدر عليها الضربه تيجي فتكون قاضيه. وفي كده ملحوظه ممكن نضيفها في المدرسه السوفيتيه، ان هي فكره ان الاجسام او ايه اللي ممكن يميل ليها من الاجسام، هي فكره ان الطول مع العرض. يعني الشخص اللي دايما دراعه طويل او مناسب لوزنه في فئته بيكون طويل او عريض وهو بيلعب،
هو ده الفكره بتاعتها يميل اكتر للمدرسه السوفيتيه، لان فكره المسافات المظبوطه من بعيد وفكره الهجوم المباغت او الهجوم الفجائي ان انت بتدخل بيها، واللكمات الطويله بتاعتك وحفظ المسافه، كل ده بيميل. يعني لو جسمك طول بعرض في الوزن بتاعك مظبوط، او انت فارض سيطرتك على الوزن بتاعك، هم اقصر منك هم اضعف منك والكلام ده كله، فتقدر تميل ليه. مثال كده بيفول مثلا. سؤال تاني يجي لنا هنا او تفكير تاني، هي فكره طيب لو انا بقى ما عنديش الطول بالعرض ده في الوزن بتاعي، هل معناه ان انا ممكن ما اميلش للمدرسه السوفيتيه؟ هقول لك يا اخي طب اتفرج على لوماتشينكو، يعني الموضوع منتهي في الوزن بتاعه، هو مش اطول حاجه، وفي اطول منه بكتير في الوزن بتاعه في اللايت ويت، ومع ذلك هو كان مدمر بالنسبه لهم، واستغل الفرق الطول اللي ما بينه وما بينهم، ودخل وفتح الثغرات بالفوت وورك بتاع المدرسه السوفيتيه بتاعته، وجالهم من هنا وجالهم من هنا وركب الضربات بتاعته. يعني اللي احنا ذكرناه هو مجرد حاجات بسيطه ممكن ترشدك ان هي تساعدك ان انت ممكن لو الطول بالعرض المناسب بتاعك تقدر ان انت تستغله في الوزن بتاعك، او لو ما كنتش تقدر برضه، لو انت حابب المدرسه السوفيتيه قدراتك البدنيه وادائك مماثل ليها، لانها بتتطلب مجهود رهيب في الضغط والتحمل والضربات والكلام ده كله، تقدر برضه ان انت تشتغل عليها عادي وتوصل ان انت تلعب بالمدرسه السوفيتيه دام انت حاسس انك ميال ليها، وهتجيب معاك شغل كويس على الحلقه. واخر حاجه هنتكلم فيها عن المدرسه السوفيتيه عشان برضه ما تاخدش وقت كبير من الحلقه، هو فكره ان المدرسه السوفيتيه، احنا اتكلمنا قبل كده المدرسه الكوبيه انها كانت متخصصه في فكره الهواة اكتر، وقبليها كمان المدرسه الانجليزيه لو حتى ما كناش ذكرناها، فاحنا بنقولها دلوقتي ان فكره المدرسه الانجليزيه شويه اكتر ناحيه الهواة اكتر ما منها ناحيه الاحتراف. اما بقى في المدرسه السوفيتيه فهي فرضه نفسها في الناحيتين، في الهواة وفي الاحتراف. بكده نكون خلصنا جزئيه المدرسه السوفيتيه، وتعالوا دلوقتي ندخل على اخر مدارسنا النهارده في حلقتنا، وهي المدرسه المكسيكيه. غالبا بيحللوا فكره المدرسه المكسيكيه بفكره الشراسه على الحلقه. فكرة الشراسة في المدرسة دي بتجمع ما بين كذا حاجة. أولا المسافات المظبوطة للكمات الطويلة وقت ما يحب الملاكم إنه يعمل لكمات طويلة، وفي نفس الوقت لو قرر إنه يدخل في الإنر فايت فهو ملاكم بارع وقوي جدا. الملاكم المكسيكي في الإنر فايت مع اللكمات الطويلة عامل ميكس وهارموني حلوة قوي في الستايل بتاعه، بيمتعك باللعب بتاعه وفي نفس الوقت شرس، بتستمتع بالشراسه بتاعته وهو بيلعب على الحلقه قدام الملاكم اللي قدامه. ودلوقتي نيجي للعناصر الاساسيه اللي بتشكل الملاكمين المكسيكيين. مثلا في عنصر عندنا هو فكره انه بيخطف في الانر فايت الضربه. يعني لو قلنا عن الملاكم السوفيتي قبل كده قلنا ان هو استاذ وبارع جدا في الانر فايت بكل ضربات مدمره ما تخشلوش. المكسيكي بقى بيحاول ان هو يبين لك انه عادي في الانر فايت، بس بيخطف لك اللكمه في النص اللي انت ما تحسش انك شايفها، مش في نفس الاداء والقوه بتاعه الملاكم السوفيتي او الروسي او الاوكراني او ايا يكن، يعني من اللي هم بتوع السوفيت او المنطقه بتاعه السوفيت القديمه، ولكن بارع في اقتناص الضربه في الانر فايت. تاني حاجه مجموعاته اللكميه محدده باتقان سيمتري في الاداء بتاعه، سواء كانت المجموعات اللكميه او الكومبوز بتاعته دي طويله او قصيره. المدرسه المكسيكيه في اللكمات بتاعتها او في الكومبوهات المشهوره بتاعتها او في اللعيبه بتاعتها دايما لازم يعملوا ميكس او هارموني ما بين فوق وتحت. دايما تلاقيهم من اكتر المدارس اللي منوعه، يعني مثلا ناس تلعب العاديه تلعب يا اما انا مركز على فوق يا اما انا مركز على تحت، او حتى لو تنوع بيبقى تنوع بسيط، تبقى انت مركز فوق 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 وتخطف واحده تحت عشان انت عايزها. اما في المدرسه المكسيكيه دايما تنوع ما بين فوق وتحت بنفس يعتبر نفس الكميه في الكومبوهات. كومبو تلاقيه غالبا منقسم يا اما فوق وتحت يا اما يبدا بتحت ويطلع على فوق ويكمل، والحاجات دي كلها بتعمل تميز او خصوصيه للمدرسه المكسيكيه في التعديلات دي في المجموعات بتاعتها. نخش دلوقتي على نقطة جديدة أو عنصر من ضمن العناصر وهو مهم جدا، وهو فكرة فن قطع المسافة. كل ما يبدأ الملاكم اللي قدامه يحاول إن هو يفتح فجوة عشان يعرف يتعامل معاه، بيعرف إن هو يقطعها عليه كويس قوي. فالملاكم المكسيكي بيعرف يحسب مسافاته كويس. المدرسة بتاعته بتعلمه إنه يعرف يحسب مسافاته كويس، ما بين الإتقان وما بين فكرة إنه دايما بنقطة مميزة إنه لو واحد بيعمل هجمة لازم يقطعها عليه، بيحاول إن هو يبوظها له بكل الطرق، هو بيميل لكده. في نقطة مهمة كمان في الملاكم المكسيكي إنه دايما بيتعلم إنه يكون قيادي على الحلقة. دايما بيتعلم إنه يكون قيادي، هو اللي ماسك الحلقة، هو اللي مالك الحلقة، محدش يمشيه على مزاجه، هو اللي يمشي الماتش على مزاجه. ودي نقطة مهمة جدا، والمفروض ان انت كملاكم او انت كملاكمة تكتسبوها في صفات اللعب بتاعكم ايا كان الستايل بتاعكم. واخر نقطة هنضيفها للمدرسة المكسيكية وسر تميزها هي فكرة انتشارها الاكثر في انهي قطاع، الهواة ولا الاحتراف. اتكلمنا عن كل مدرسة سابقة وهي بتنتشر في ايه اكتر، ولكن المدرسة المكسيكية بتفرض سيطرتها اكتر على قطاع الاحتراف اكتر منه في الهواة. يعني تخيلوا انه ممكن يكون تاريخ المكسيك ميداليتين
في الحدود دي في قطاع الهواة من الميداليات الأولمبية، ولكن في قطاع الاحتراف في أبطال عالم كتير مكسيكيين. أقل حاجة تتعمل عن مدارس البوكسنج وقطاعاتها وفنياتها ونقط قوتها ونقط ضعفها هي كانت الحلقة اللي احنا قدمناها لكم النهارده. ممكن نتكلم في لايفات كتير عن المواضيع ونمسك مدرسة مدرسة ونفضل نتناقش فيها. ممكن بعد كده نشرح الأساليب بشكل أعمق، ولكن انا حبيت بما اننا هنتكلم دي اول مره نتكلم عن مدارس البوكسنج ان احنا نعمل حلقه كده خاصه بالتعريفات بتاعه اشهر المدارس، وقدام نقدر ان احنا نكمل بتعمق في كل مدرسه وتفاصيلها. اتمنى ان اكون قدرت اقدم لكم معلومه جديده النهارده. اتمنى ان انا اشوفكم دايما متفوقين وناجحين ومركزين على اهدافكم. عايز اضيف ان احنا هويتنا العربيه يا جماعه اضافه لينا. احنا كعرب احنا جامدين جدا، احنا عندنا عناصر قويه جدا، احنا ابطال حقيقيين، احنا بنعلم الناس البطولات في السلام وفي الحروب. بس كل الموضوع ان احنا بس محتاجين ان احنا نثق في نفسنا اكتر، ندعم نفسنا اكتر، نكون كلنا على قلب واحد. المجتمعات العربيه لو في لاعب بيلعب بره كلنا معاه، كلنا احنا هو بيمثلنا كلنا. لو بنلعب جوه روح التنافس اللي ما بيننا بتعلينا مش بتخلينا نشيل من بعض او بتخلينا ان احنا نحقد على بعض اطلاقا. لازم نتمسك بهويتنا العربيه ونفتخر بيها. دول كانوا كلمتين لازم ان انا اقولهم دلوقتي علشان ان احنا دايما نفتكر ونعتز ونفتخر بهويتنا العربيه. وعايز في النهايه دايما ان انا اقول لك خليك فاكر ان انت بطل قصتك.